قصة موضوعها إنسان، تسمو العواطف فيه والوجدان، تبدو عليه مكارم وشمائل قد خصها في شخصه الرحمن. ذودا عن المستضعفين ونصرة للحق لا إثما ولا عدوان. ذودا عن المستضعفين ونصرة للحق لا إثما ولا عدوان. هذا هو الإسكندري بعينه، تسكو الجراح عليه والأحزان. هذا هو الإسكندري بعينه، تسكو الجراح عليه والأحزان. يقسو عليه هوى ابنة في قلبها ببني أشناس الأسى فقالوا يا حسن حب ليس فيه مواجع، بأب تشب بقلبه نيران. الحب الكبير الذي تحملينه له وخسة أبيه أشناس، قد أسمح بأي شيء إلا أن تتعرضي لمأساة مثل مأساتي، إذ تزوجت من امرأة أفرطت في حبها إلى أبعد الحدود. أبي، هل تتكلم عن أمي؟ أجل. في صدرك سر مكتوم إذن، سر ومأساة. الأمر كذلك. أطلعني على تفاصيل مأساتك. لا، ليس الآن يا سلامة. فمتى إذن؟ لن تنتظري طويلا، هذا وعد أقطعه على نفسي. وعدته إذن بالتأثير عليه. أشناس، أنت تعلم أنه وحيدنا وقرة أعيننا، وما دمت تعلمين أنه كذلك، فكيف تريدين مني أن أقدمه هدية لعدو يعمل على تحطيمي؟ إذا تم الزواج قد ينقلب عبد الجبار إلى صديق ومساند. أنت تجهلين عبد الجبار بن خالد. كل ما أعرفه أنه رجل مرموق نافذ بالغ الثراء، موضع ثقة أمير المؤمنين الواثق، وظرفه حديث المجالس. اسمعي يا نزهة، قل يا أجناس. كلما وقعت عيني على عبد الجبار أحسست ببريق في عينيه ينذرني بالزوال. هذا الرجل يكرهني ويريد القضاء علي. ماذا تقول؟ يريد القضاء على أبرز قادة الجند؟ ما الذي تريدين قوله؟ كل ما أعنيه أنه يجب أن تضع حدا له وحدا لمخاوفك منه. ويح لك يا نزهة، أو تحسبينني غافلا عن هذا؟ إنما العبرة في قدرتي على ذلك. أحاول ولا أجد الوسيلة. أكاد أجن منه، أكاد أجن. سلام ابنتي. عبد الجبار، سمعتك تتحدث عن ابنتي سلامة، قل ما بها؟ ابنتك من طينة أبيها، إذا أحبت قتلها الحب. إذا أحبت؟ صبية حسناء، صبية هي. إذا ابنتي تحب؟ ليتها تنسى ذلك الحب. لا،
تريد لها شقائي. حدثني المزيد عن الشاب الذي تحبه. شاب؟ ها طبعا لن تقع في حب طاعن في السن يا عبد الجبار. شاب من الطينة التي ترغبين فيها يا شوق. جميل وغني. ما زلت تقيمين وزنا للمال والغنى يا شوق. طبعا يا عبد الجبار، المال قوة. حدثني، قل المزيد عن سلامة. متى ستتزوج؟ أخبرني، هل ستأذن لي بحضور عرسها؟ لن تبلغ بك القسوة حتى أن تحرمني هذه السعادة. لن تتزوج سلامة ممن تحب يا شوق. كيف؟ وما المانع؟ أنا أجل أنا سأعمل الكثير حتى لا تتزوج ممن تحب، خشية أن يكون لها مصيري. عبد الجبار، يا عبد الجبار، أنت كاذب، كاذب ومارق. أنت تحبني حتى الآن. لا، بل أنت الآن تحبني أكثر. وما أدراك يا شوق؟ اقتصاصك مني، عتبك علي. العتاب علامة بقاء الحب يا عبد الجبار. بإمكانك أن تكذب ما تشاء على نفسك، لكن أرجوك لا يحق لك أن تكذب على ابنتنا. دعها لمن تحب. سمعتني إذن وأنا أكلم أم سعد عن الحب الذي يعذبني حتى الآن. بل رأيت دموعك. لكل هذا سأبذل حياتي حتى لا تقف سلامة موقفي هذا. ثم ماذا؟ يدهشني أن تتحولي الآن إلى أم تفيض عطفا وحنانا. أين كانت تلك الأمومة عندما خرجت من كوخ العقير؟ أنا لم أهرب منك، أنا لم أهرب من ابنتي. أنا هربت من الجوع، هربت من الفقر. الفقر في مطلع الحياة شتاء قارس، ومن لم يصبر على قسوة الشتاء يحرم من الربيع. عبد الجبار، عبد الجبار! ما الذي فعلته أمي بأبي يا عمتي؟ هو ماض قد مضى، دعينا منه يا سلامة. عمتي، هو أبي وهي أمي، ولا بد وأن أعلم. هذا من شأن أبيك، يعلمك بذلك عندما يريد. قد وعدني فعلا بمكاشفتي. إذن الصبر. الصبر مرير. من الخير لك أن تتعوديه، فهو فضيلة تزيد النفس قوة احتمال. عمتي. سلامة، سلامة، لا تحرجيني بكثرة الأسئلة. هل كانت أمي صنفا رديئا؟ سلامة، دعي ذلك إلى حين حضور أبيك. أجيبيني يا عمتي، ماذا عن أمي؟ وكيف جعلت من حياة أبي ذلك الجحيم المرير؟ أبي؟ سأقص عليك الحكاية كاملة يا سلامة. أخ، برفق يا إيتاخ. تعلم أن عضلات الكتف تؤلمني. عضلات الكتف الأيمن تؤلم مولاي، ولست أدري لماذا لا يستشير مولاي طبيبا. ويحك، لو فعلت لانتشر الخبر بين الناس. وماذا لو علم الناس؟ يشاع أني كليل الذراعين وأشكو آلام الكتفين. ومعنى هذا؟ فهمتها. ما معنى هذا؟ معناه أن مولاي غير قادر على حمل السيف أو الرمح. لست أدري كيف تيسر لك أن تفهمها يا إيتاخ. خذ، احتفظ بهذا لنفسك. أعلى الله نجم سعدك يا مولاي أشناس. تحب المال يا إيتاخ؟ حبا جم يا مولاي. اسمع، يقال إن ثروة عبد الجبار كبيرة جدا بحيث لا تضاهيها ثروة أحد. سمعت عن هذا كثيرا. أما سمعت أن أحدا لا يعرف مصدر هذا الثراء؟ ما الذي تعنيه يا مولاي؟ كيف يجمع الإنسان الثروة يا إيتاخ
بالميراث، يرث عن أبويه فيصير ذا ثروة. وبالجد والتجارة. نعم. وبالطرق غير المشروعة، سرقة، سلب، نهب، احتيال. صدقت يا مولاي، 3 مصادر للثراء. فأي من هؤلاء هو عبد الجبار؟ ربما كان وارثا. لو كان وارثا لأكثر من التغني بأمجاد أبيه. إذن هي التجارة. لو كان تاجرا لبقي أبدا على التجارة، لأنها تصبح جزءا من حياته، وعبد الجبار لا يحب التجارة. بقي أن مصدر ثروته هو السرقة والنهب والاحتيال. علينا أن نتحرى هذا يا عتاخ. نتحرى أمره؟ لست أدري إن كنت أهلا لهذه المهمة. أنا أهل لكل مهمة. أنت؟ نعم يا مولاي، أنت مدع أشر. لقد كلفتك منذ أيام أن تقبض على ذلك الطبيب المحتال الذي سلب مال أهلي وضحك من مرض خالي، وحتى الآن لم تقبض عليه. إنني أبحث عنه. يهمني بالدرجة الأولى أن تتحرى ماضي عبد الجبار. ويح قلبي. ماض مظلم مرير، تقلب في شؤون الدنيا بلا هوادة. ورحمتاه لك. كان فقرا مدقعا لا شبيه له، فأنا قد وجدت نفسي في الدنيا من دون أبوين. يتيم؟ أجل، مات عني أبواي وأنا طفل صغير. كنت أنال طعامي وطعام عمتك من كل دور البلدة. كانت أزقتها ضيقة حدائق لعبي، وشطآنها مجال متنفس الوحيد. ما أكثر ما تأملت الأفق مستطلعا ما وراء البحر. محزن أن أسمع حكاية شقائك هذه. كنت طفلا عندما تعهدتني أم سعد وأرضعتني واحتضنتني واحتضنت أختي. كانت أم سعد بمثابة أمي. طعامك يا شوق. اخذي الشيطان وقولي يا ابنتي. قلتها يوم كنت أهلا لها. لا ألومك، كلمة ما تعودتها قط، فأنت لا ولد لك. بل عندي. عبد الجبار ابني وأم بركة ابنتي. كان لابد وأن أكسب قوت يومي، فأم سعد فقيرة معدمة، وانصرفت إلى ماذا؟ إلى التسول. تسولت؟ سألت أكف الناس يا أبي؟ واحترفت ذلك، درسته على مشاهير المتسولين. يا الله يا الله. أعلمك أن تسمعي مني هذا يا سلامة؟ أعلمني أن أعلم مدى العذاب الذي عانيت. هي حياتي أعريها أمام عينيك يا سلامة. عنوان حياتي في بيت من الشعر. أراك دائما في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. ثم غدوت شابا قادرا على العمل. انقطعت عن التسول ورحت أعمل بكرامة. وكيف سارت بك الدنيا؟ قررت أن أسعد بكرامتي، ولم أنسى الإقبال على ميادين الأدب والظروف، حتى غدوت مكتمل الآداب والمعارف. وأمي؟ أمك تزوجت من أمك بعد حكاية حب. أحببت الذهب. وليتني نجوت من ذلك. كانت أمك والحب معها مجرد حلم قصير، وانتهى بكابوس دمر حياتي. يا ألهذه الدرجة؟ سهرة جميلة، شذاها طيب.
بعض الأزهار تنطوي على سم يقتل من يشمها. هكذا كانت أمك. أبي، كنت أحبها إلى أبعد حدود الحب، وتناسيت فضيلة عدم التعلق الزائد بمن تحب. أصابني ذلك الحب بجراح لا تندمل على مر الزمن. ورحمته لك يا أبي. من شدة وطأة تلك الجراح قلت شعرا يوم ذاك، أسمعه. وقائلة: ما بال دمعك أسود ولونك مصفر وأنت نحيل. فقلت لها: إن الدموع تجففت وهذا سواد المقلتين يسيل. وعجب أن تتخذ اليوم موقف الناهي عن الحب وأنت قائل ذلك الشعر. لأن الحب ألمني أضعاف ما ألمني الفقر. أبي، أريد أن أعلم المزيد عما فعلته أمي فخاب فيها ظنك. لا أريد أن أسبب لك المزيد من الانقباض، ولكن أريد أن أعلم. قد أطلعتك على جانب من حكايتي الطويلة، فدعي الباقي الآن إلى وقت آخر. المهم، هل أدركت الآن لماذا أخاف عليك مغبة الحب؟ ماذا لو اكتشف أشناس ماضي أبيك؟ ماذا لو خاب أملك في الحب؟ عندئذ هل تطيقين رحلة طويلة من العذاب؟ أم سعد، يا أم سعد، سمعت صوتك. ناديتك. خيرا. خطر في بالي خاطر. احتفظي به لعله خاطر ثمين. هو فعلا خاطر ثمين، وأنا أتأملك. في هذه اللحظة أحسست أنني كنت غير منصفة إذ وصفتك بالشمطاء. لا لا لا، الملاحة متبدية في وجهك رغم كبر سنك. هكذا إذا. أجل، تحتفظين بملامح تنم عن فتنة حقيقية كانت فيما مضى. ثم ماذا؟ وهذا جرني إلى التساؤل عن الأسباب التي حدت بزوجك إلى هجرك والفرار منك إلى الهند. هو الذي هجرني. عندما يهجر أحد الزوجين زوجه فإن أحدا سواهما لا يعلم السبب. ربما هذا صحيح. لا، بل أنا على يقين. يخيل إلي وكأنك تريدين التوصل إلى شيء معين. لما تضحكين؟ لأنني أكتشف للمرة الأولى أنك تتمتعين بالذكاء وصدق الفراسة إلى جانب الملاحة. يا أم سعد يا جميلة، أنا فقط أريد التوصل إلى شيء بسيط. أي شيء؟ معلوماتك عن ابنتي سلامة. تضحكين؟ لأنه جاء دوري للضحك. ومما تضحكين؟ منك ومن تفكيرك السخيف. تظنين أنك تستطيعين استدراجي إلى كلام لا أريد قوله؟ أم سعد، نعم، كلمة حق يجب أن أقولها لك. قولي. أنت لا جميلة ولا شيء، قبيحة شمطاء ودردبيس. أيها القاضي الجليل. ماذا يا أشناس؟ يخيل إلي أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد استدعانا لأمر ما. أجل. أما قلت لك يا إتاخ، وجود القاضي الجليل أحمد بن أبي دؤاد يعني أن أمر ما قد حدث. لا ضل رأيك يا مولاي. نعم نعم يا سيدي القاضي، أنا أسمعك. يدهشني أن تكون على رأس عدد كبير من الجند وتجهل ما يجري.
أنا صاح يا ابن أبي دؤاد، صاح تماما. فهل علمت أن الإمبراطورة تيودورا رفضت تبادل الأسرى؟ رفضت؟ أجل، ولهذا نحن هنا. ولا شك أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه سيسألك الرأي. نستخير الله عز وجل في إبداء النصح الملائم. هلا نورت بصيرتي يا سيدي القاضي بشيء قبل دخول أمير المؤمنين؟ مثلا حكاية الأسرى هذه. لا أملك إلا أن أشير على أمير المؤمنين بإعداد حملة لإنقاذ الأسرى. ولكنك تعلم أيها القاضي الجليل أننا في حال معاهدة مع الإمبراطورة تيودورا، وليس من الشرف في شيء أن نستخلص الأسرى من عندها بالأساليب القتالية. إذا كان من عهد بين اثنين فإنه من الغبن أن يتمسك أحدهما بالشرف وقواعده دون الآخر. هذا صحيح يا سيدي القاضي، صحيح. إنما ماذا؟ يدهشني أن تخالفني الرأي وأنت الجندي يا أشناس. تعلم يا سيدي القاضي أن أوضاعنا في الداخل ليست على ما يرام. يسرني أن تعترف بذلك. إنه الواقع. وطالما أن الأوضاع الآن في حالة بلبلة، فأنا أرى أنه من الخطورة توجيه الجند إلى استخلاص الأسرى، ونترك الداخل للمفسدين والعيارين ومحبي الشغب. وأعلم أيضا أنك والقائد رجاء بن أيوب تفضلان الإبقاء على المعاهدة، لأن كل منكما لا يريد الابتعاد عن البلاد خشية أن يفقد موقع قوته. مولاي أمير المؤمنين. لم أسمع لها حسا يا عبد الجبار. من الضروري أن تخلو إلى نفسها بعض الوقت يا أم بركة. لم يكن الذي أطلعتها عليه بالقليل. وهل ستخبرها بفعلة أمها؟ لابد أن أفعل. لا أنصح بهذا يا عبد الجبار. لماذا؟ قد لا تتمكن الفتاة من تحمل الصدمة. لابد لها أن تتحمل. سأفعل أي شيء لأنجو بها من حبائل أشناس وابنه. قد تستطيع ذلك دون أن تكاشفها بحكاية أمها. سلامة تعتقد أن أمها متوفاة، وستظل كذلك في نظري ما حييت. حسن، عندي اقتراح. قولي. سلامة شديدة التعلق بأم سعد. أعرف هذا. اترك لأم سعد أن تترفق بإبلاغها الحكاية. أم سعد؟ أما خطر في بالك أن غياب أم سعد قد طال؟ قد ذكرت أنها في دمشق لزيارة أقربائها. هذا صحيح. قد يمر وقت طويل قبل أن تعود. عبد الجبار، ماذا يا بركة؟ يخيل إلي أن حكاية سفر أم سعد إلى دمشق حكاية غير مفهومة. غير مفهومة؟ حسبك يا مباركة. لست أدري لماذا أنت مولعة من تصور أوهام لا أساس لها. ما الذي يمكن أن يكون وراء أم سعد وذهابها إلى دمشق لشهر أو شهرين؟ صدقت، فأنا لا يهمني إلا أمر سلامة. صحيح أن لأم سعد علي حقوق التربية، ولكن سلامة تحتاج رعايتي أكثر. اطمئني، ستكون سلامة بخير، وأنا لست بالسهل. إني أعد لحمايتها ما لا يخطر لأحد ببال. كلمة أقولها: وخير لكل ذي لب وفؤاد أن يفهمها جيدا. أنا حفيد جدي الرشيد الذي وافق على الهدنة، وأنا ابن أبي المعتصم الذي ما أعاقته الهدنة عن تأديب بيزنطة عندما اقتضى الأمر ذلك. أنا استمرار لجدي وأبي. أيها القاضي،
نعم يا مولاي. ما الذي كنت تهم بقوله عن الإمبراطورة تيودورا؟ نواياها يا مولاي، أخشى أنها تعد العدة لهجوم مباغت. والهدنة يا ابن أبي دؤاد؟ لا أراها إلا وتهم بنقضها، والدليل رفضها تبادل الأسرى. هل يأذن مولاي لخادمه أن يبدي رأيا؟ ما ذاك؟ تيودورا في شغل بهموم بلادها يا مولاي. ولدها ميخائيل سيبلغ سن الرشد بعد 3 أشهر، وأطمع القادة على أشدها. إذن هي في غير وارد نقض المعاهدة. رأيك هذا لا يخلو من الوجاهة أيها القائد. ما عدمت عطفك علي يا مولاي. مولاي، ماذا أيها القائد؟ إن لخادمك رجاء رأيا يقع موقع واسطة العقد بين الرأيين. قل يا رجاء. أما نقض الهدنة فإني أجل مولاي أن يفعل، ولا أستبعده على عدو مولاي. أما مسألة انشغال تيودورا بتثبيت ملك ابنها فهذا رأي نال عطف مولاي بقبوله، فلا نقاش حوله. إنما ماذا؟ تكلم. أرفع إلى مولاي رأيا يدفعني إليه ولائي الكبير. فما ذلك الرأي؟ الانتفاع بمتاعب تيودورا بالنسبة إلى القادة الطامعين بولدها، وإرسال رسول حازم يتوعدها بنقض المعاهدة وإلغائها أو الموافقة على تبادل الأسرى. إن الله عز وجل أكرمني بحمل أمانة هذه الأمة، وإني أستخيره سبحانه وتعالى في الواجب اتباعه. لكم أن تنصرفوا، فكل منكم قد أدلى برأيه. السلام عليك يا مولاي عبد الجبار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا. أمير المؤمنين يدعوك إليه الساعة يا مولاي. سمعا وطاعة. فما الذي تراه يا ابن خالد؟ يا مولاي، أطال الله بقاءك وأدامك لمنعة هذه الأمة والذود عن حياضها. إنه لا يبكي على الولد إلا والده، ولا يحرص على الدار إلا صاحبها. صدقت. لذلك فالقاضي الجليل ابن أبي دؤاد واحد من أصحاب الدار، وما يزيد من حقوقه ثقة مولاي به. لا أرى يا مولاي إلا أن تسبغ عطفك على رأيه وتشد من أسره. إذن فأنت من رأيه. الرأي السديد يا مولاي يقول بعدم الثقة بالعدو ونواياه، وما جاء القاضي بجديد إلا أنه أخلص النصح لولي نعمته ومولاه. أدركت ما ترمي إليه. من الممتع يا عبد الجبار أن أفضي إليك بأمر. أكرمتني بأكثر مما أنا أهل له يا مولاي. القائد رجاء ينصح بإرسال رسول حازم ينذر تيودورا، وهو بذلك يتمنى أن يقع اختياري على أشناس ليزيحه من طريقه.
لا عدمنا حصافة رأيك يا مولاي، لك من بعد النظر ما يجعل البلد بألف خير. من الحكمة يا مولاي ألا يبتعد أحد القائدين عن البلد، فإما أن يذهب إلى الحدود أو يبقيا معا ككفتي الميزان. قل لي يا عبد الجبار، فديتك. أي شيء أنت؟ خادمك والغارق في بحر عطفك وكرمك. أي شيء أنت؟ في الأدب أنت أديب، في الظرف أنت ظريف، في الفكر أنت صفوة نادرة، في الشعر أنت شاعر، في الدولة أنت دولة. جميع سهم في كنانتك يا مولاي. الواقع أنني أتعجب، أين تعلمت ما تعلمت؟ تعلمت على الحياة فكانت أستاذي. ميدان واسع ومدرسة كبرى. مجدك أكبر يا مولاي. اعمل لرزقك كل آلة، لا تقعدن بكل حالة، وانهض بكل همة، فالمرء يعجز لا محالة. هل من حقي أن أطرح سؤالا على القاطوع الذي شب وشاب في الكد والجهد؟ سل ما شئت يا كتوعة إلا عن مسألة زواجك. أنا ابن زنباع هذا، فهل أنا ذو حسب ونسب؟ نعم النسب، لك من صيته الذائع 1000 سبب. الحسب والنسب والمال والنشب في دنيانا العجب سرور وشرور. الحسب والنسب والمال والنشب في دنيانا العجب سرور وشرور. في دنيانا العجب سرور وشرور. جربت الأمور وردت الدهور وغنمت السرور وعرفت النشب والحسب والنسب. ولماذا الحسب عليك بالمكسب بالفوز بالمطلب هو خير ما ترغب. ودعك من الحسب الحسب والنسب والمال والنشب في دنيانا العجب سرور وشرور. إمارة تجارة زراعة صناعة شطارة مهارة دراية براعة نتاجها المكسب. الحسب والنسب والمال والنشب في دنيانا العجب سرور وشرور. تريدون الحقائق تريدون الدقائق عليكم بالقاطوع الصادق ابن الصادق. تكلم يا قاطوع تحدث يا قاطوع تكلم بالمسموع تحدث بالممنوع. وهيا يا قاطوع. دعونا من الحسب حسب حسب حسب. دعونا من النسب نسب نسب نسب. الخير نسب 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 نسب. يتقاسمها الجميع.
اسمعوا يا ابنائي، اسمعوا. إن المعايش 4: إمارة وتجارة وصناعة وزراعة. هذه معايش الناس. مارست 4. يا لقوة القاطوع، وكيف فعلت هذا؟ مارستها يا أم هريسة لأنظر أيها أوفق وأنفع، فما استرغدت فيها عيشة. حدثنا عن كل عيشة. نعم، زدنا علما يا قاطوع، زدنا علما يا قاطوع. حاضر. أما الإمارة فتضحية وكرم يتبعها خسارة ومرارة. والتجارة عرضة للمخاطرات وطعمة للمغامرات وتخزين لأقوات الناس كما يفعل أشناس. والزراعة يا قاطوع؟ الزراعة شرف وإنتاج وتربية الخراف مع الدجاج. تحولت في أيامنا هذه إلى استغلال وحرمان الناس من نعمة الغلال. إذا لم يكن لك نصيب فارم سهما. ماذا عن الصناعة يا قاطوع؟ غير فاضلة عن الأقوات ولا نافعة في جميع الأوقات، خاصة والناس يبخسون الناس. إذن ليس أفضل مما نحن فيه الآن. أدامنا الله عليه وثبتنا فيه. لم أرى يا أم هريسة ما هو بارد المغنم، لذيذ المطعم، وافي المكسب ولذيذ المشرب، إلا الحرفة التي وضع جدي قاطوع الأكبر أساسها ونوع أجناسها، وهي المتجر الذي لا يبور، والنبع الذي لا يغور، والمصباح الذي يعشو إليه الجمهور. تعرفون ما هو؟ لا. زدنا علما يا قاطوع، لا نعلم. التسول. هي قصة موضوعها إنسان تسمو العواطف فيه والوجدان. قصة موضوعها إنسان تسمو العواطف فيه والوجدان. تبدو عليه مكارم وشمائل قد خصها في شخصه الرحمن. ذودا عن المستضعفين ونصرة للحق لا إثما ولا عدوان. هذا هو الإسكندري بعينه، تسمو الجراح عليه والأحزان. يقسو عليه هوى ابنة في قلبها لبني أشناس الأسى ففقالوا. يا حسن حب ليس فيه مواجع، بأب تشب بقلبه نيران.